السلام عليكم. في عمري 16 عام وهو 23 عام. تلاقاني عند مول الشفنج. كنت كنقرا ديك الساعه في سانكيام وهو في لافاك. اول مره تلاقيت معاه كانت نهار 14 في شهر جوج 2014 مع 10 ديال الصباح بالضبط. كنت داخله مع 10 ودزت عند مول الشفنج حيت عزيز عليا. وصلت عنده وقفت، حسيت بشي واحد واقف ورايا. من طبيعتي فضوليه درت ولقيتو، ما نكذبش عليكم تزعدت فيه من الشوفه الاولى. شريت داكشي اللي بغيت وما سخيتش نمشي. الغد ليه نفس الشيء تلاقيت معاه عاوتاني. دامت هاد القضيه لمده 15 يوم. واحد النهار بالضبط كان جوج في شهر 3 2014 كنت خارجه مع 10. خرجت من السبور ومشيت تاني عند مول الشفنج، منها نشري ومنها نتلاقى معاه. مشيت شديت شفنجه، جيت باش نخلص ما لقيتش الفلوس. شداتني البكيه، ما نقدرش ندوز نهار بلا ما ناكلو. سمعت واحد الصوت قال لي اعطينا انا غادي نخلص. تلفت لقيته هو. ما بقاش هامني الشفنج قد ما همني هو. فعلا خلص عليا وشكرته، ولاحظت هدرته قليله يعني دغيا صدرني. واخا هكاك ما همنيش. غدا مع الطريق تناكلو. المذاق ديال داك الشفنج تبدل عندي، ولا زوين وفيه واحد المذاق زوين كتر من الاول. دازت يومين مشيت تاني عند مول الشفنج. من زهرت تلاقيت معاه، تسنيتو حتى سالا. وقفت قدامه قلت ليه شكرا على البارح وهاك فلوسك. حتى انا من نيتي بغيت نرجع للدري درهم. شاف فيا وضحك، قال لي راه غير درهم هديك عادي ماشي شي حاجه. عرفتو فاش ضحك حسيت بقلبي تيضرب بالجهد والدم مشى من وجهي. حسيت بالمرورة في فمي. يقدر تقولي لي زدت فيه، ولكن ما غيفهموني غير اللي دازو من حالتي. قال لي بما انه بغيتي ترد الدين اللي عليك خلينا نتعارفوا. طبعا بالفرحات عليا، كان هذاك هو النهار الكبير عندي. تعارفنا، من بعد عطيتو الواتساب. عرفت باللي سميتو ايوب. لاحظت باللي الدري مثقف وواعي. دام التعارف ديالنا لمدة 5 شهور. في هاد المدة كلها خلاتني نكتشف باللي كنبغيه. المهم شي حاجة أكتر من الحب. واحد النهار طلب مني نتلاقاو. هادشي كان نهار 6 في شهر 7 2014. قال لي بغيت نقول لك شي حاجة. قلت ليه ها قول كنسمعك. قال لي كيف ما كتعرفي دابا حنا كنهضروا وتعرفنا، وبغيت نقول لك باللي تتعجبيني وبغيت نطور علاقتنا. قال لي انا ما غاديش نقول لك نتصاحبوا، انما واش تقبلي تزوجي بيا. تصدمت، ماشي غير تصدمت، ما عرفتش اش داك الاحساس. حسيت بداتي بردات عليا. شافني سكت قال لي واش ما بغيتيش يا سلمى. قال لي ما تجاوبيش دابا حتى تفكري على خاطرك. كنت باقا مصدومه، شفت فيه وقلت ليه واخا حتى نفكر. من بعد رجعت في حالي، دخلت للدار مرفوعه ديريكت لبيتي. عاد فقت وعرفت اش كاين. كنت غنطير بالفرحه. ما تعشيش ديك الليله. سالاو الدار العشاء، جمعت الماعن وغسلتهم. ماما تعجبات حيت موالفه تنغسلهم بغير بالنقير. فاش ساليت مشيت عند ماما، لقيتها في البيت تتفرج هي وبابا وخويا الصغير. شافت فيا وغمست ليها وتبعاتني. عاودت ليها كل شيء. الحاجه الوحيده اللي شدت من هاد الشيء كامل هي واش خدام. ما عرفتش باش غنجاوبها. قلت ليها مره راه تيقرا وقريب غيشد اجازه في الادب الانجليزي. قالت لي باباك ما غيبغيش، وزيدون انت باقا صغيره. عرفتها ما وافقاتش. ما عرفتش اش غندير. من ناحيه انا باغياه، ومن ناحيه والديا اللي باغيني نقرا وكل شيء، وتانا نفس الشيء. دازت سيمانه وحيدت عليه باش نتلاقاو وتلاقينا. قال لي اشنو فكرتي. قلت ليه فكرت. قال لي يعني. قلت ليه انا باغيه، ولكن عاودت ليه كل شيء داكشي اللي قالت لي ماما. شد لي في يديا وقال لي صبري معايا نخدم ونجمع راسي ونبني مستقبلي، وديك الساعه انا نمشي تاني نخطبك. ارتاحيت ووافقت وقلت ليه وقريتي. قال لي ما عمرني ما غنحبسك عليها. فرحني بزاف بحكم كان هو الاول في حياتي. دازت عامين على علاقتنا، دوزنا فيها الخايبه والزوينه. عرفتو كتر وحتى هو. كان حبنا بريء، كنا محتارمين بعضياتنا. ما كانش بيناتنا داك تخسر الهضره، ما كانش ديك الغيره المتصنعه. وبطبيعه الحال كنا كنتخاصموا مره حيت حتى هي باش تتعرفي واش تيبغيك ولا لا. كان عزيز عليا نتخاصم معاه باش يتصالح معايا.
ما كانش ديما كيتغزل بيا، ولكن نهار تيديرها كنقدرش باقي نشوف فيه، تنحمار الحشمه زعما. وحتى هو عزيز عليه يشوفني هكاك. كنا نهار تنخرجوا ما كنمشيوش الريستو ولا قهوه كلاس، كنا كنشريو درهم ديال الزريعه ولا تنمشيو لشي سناك وناكلو. كانوا احلامنا بسيطه. باقي تنعقل على نهار النتائج ديال الباك، بغيت ندخل المسار وما بغاش، عيط ليا وجاوبت وزدت نبكي. قال لي مالكي؟ قلت ليه ما بغاش يدخل المسار. قال لي البكايه صافي هادشي علاش؟ قال لي صيفط لي الكود نشوف. صيفطو ليه ودازت شي 10 دقائق هكاك، عيط وجاوبته. قال لي نقول لك شي حاجه وما تقلقيش. صافي كنت غنموت. قلت ليه واش سقطت؟ بقى كيضحك وقال لي نوضي على سلامتك، نجحتي وجبتي 14. فرحت بزاف وشكرته، حيت ما عمرني ما غنسى وقفتو معايا. كنت فاش كنتلاقاو كان داكشي اللي ما فهمش تنديه معايا وكنجلسو في شي جردو ويفهمني. كان ليه فضل كبير في النجاح ديالي. ديك العشيه ضلنا باش نتلاقاو بحكم ما كانش خدام داك النهار. تلاقينا في العشيه، شفتو ومشيت عنده، ما كرهتش نعنقو وفعلا عنقته، ما قديتش نصبر. شاف فيا وضحك، قال لي بغيت نهضر معاك في شي حاجه. قلت لي شنو؟ قال لي سلمى راني ناوي نخطب. شفت فيه ريقي نشف. قلت لي كيفاش؟ قال لي ناوي نخطب الا قبلتي. كنت غنموت بالخلعه. بزاف ديال البنات كنسمعوا باللي تصاحبت مع هذا وخلاها ومشات تزوج. ما نكذبش عليكم، حتى انا كان عندي تخوف من هذا الشيء. قلت ليه واش ناوي تخطبني انا ياك؟ وقال لي وعلاش شكون تيسحاب ليك؟ قال لي عامين هادي وحنا مصاحبين، طالعين دابا في 3 سنين، بما انني يسر لي الله وكملت قرايتي وخدام الحمد لله، الله يجعل البركه. قلت ليه واخا. قال لي يعني؟ قلت ليه موافقه. قال لي السيمانه الجايه ها احنا عندكم وقوليها لماماك. وقلت ليه وانا تنضحك واخا. تفارقت معاه وانا ما ساخياش، كانت هضرته كلها رجوله وحتى تصرفاته. اللي بغيت نقول هو ما عمرني تلاقيت بشي حد بحاله. نهار واحد في شهر 1 2016، هذا التاريخ عمرو يتنسى ليا. كنت يلا فايقه من النعاس، طليت على التليفون لقيتو صيفط ليا ميساج مع 8 في صباح الخير. ما كانش في راسي باللي هذا هو اخر ميساج من عنده. نط جمعت الدار وبغيت نفاتح ماما في الموضوع، فضلت نخليه حتى الغدا حسن فاش تيخرج بابا. وصلت ل5 عاد الوقيته تيكون خارج من الخدمه، حين تيخرج مع 4:30. صيفط ليه ميساج ولكن طلع عندي باللي ما دخل من ديك الوقيته فاش صيفط ليا ميساج. قلت عادي، بقيت جالسه حتى لديك 8. صراحه تخلات ما موالفاش ليه. تيخرج من الخدمه تيصيفط ليا ميساج ولا تيعيط ليا. بقيت جالسه حتى لديك 12:30 ما عيطش. حسيت براسي غنموت. سمعت تليفوني تيصوني، طلعت عندي الرقم ديال واحد البنت تقرا معايا، كانت ساكنه في حومتهم. قالت لي سلمى. قلت لها معاك ياك لاباس؟ قالت لي بغيت نقول لك شي حاجه. قلت لها في هذا الوقت الا كان على قبل لا فاك ولا شي حاجه ما عنديش لقانا دابا والله. قالت لي ماشي هاد الشيء. قلت لها اشنو؟ قالت لي ايوب دار كسيده بالموتور. اش نقول لكم، اخيب احساس ما قدرتش نوصفه، واخا نبقى تنوصفه حتى الغدا ما قدرت ندير والو. بابا ماشي من داك النوع اللي غيتفهم. سولتها كي داير دابا؟ قالت لي ما عرفت. قالت لي الدرب كامل مقلوب. طبعا غيكون مقلوب، حيت الله يعمرها دار. كان نعم الرجل لا من ناحيه الاخلاق وكل شيء، وما عمره جبد العيب مع شي حد ولا ضحك على شي حد ولا يتشفى. كان واحد الراجل اللي مستحيل يكون بحاله. قطعت وبكيت، ما كرهتش نهوت. عرفتو داك الاحساس فاش تحسي بشي حجره في وسط صدرك بحال هكاك. تنعض في المخده، كنت غنحماق. وصلت لواحد المرحله ما فهمتهاش انا براسي. سمعت الدقان، كانت ماما قالت لي خرجي تعشاي. قلت لها ما فياش، تنحاول ما امكن باش نسكنت، حيت تكون زادت دقيقه واحده كنت غنفجر في وجهها. الليل كامل وانا هكاك ما غمضتش عيني، ما لقيتش كيفاش ندير نمشي، حيت طبعا ماشي بحال المسلسلات التركيه، حيت الواقع حاجه. مع 10 الا ربع بالضبط ديال الصباح سمعت تليفون تيصوني. كانت هي. سولتها اش كاين؟ قالت لي دخل في غيبوبه، حيت كان هو وصاحبه في الموتور. اصلا هو كان ديما تيجي في الطاكسي
بداك النهار جا معاه، يمكن كان نركب معاه، ما كاينش باش نشد الطاكسي بحكم صاحبه واحد الدري اللي طايش كان غادي بسرعه وتيبقى يلعب في الشانطي. فاش بغى يهز الموتور من القدام وزلق بهم من اللور بحكم كان هو اللي راكب اللور، طاح على راسو حتى تشق ليه جزء من الجمجمه ديالو. هادشي كامل عاودته ليا وانا مرفوعه. الحاجه الوحيده اللي في عقلي هو انه باقي يعيش، واخا عارفاه كاين في غيبوبه، ولكن بعض المرات تيقولوا اللهم العمش ولا العمى. هكا قلت ديك الساعه. طلبت منها تصيفط لي النمره ديال خوه الصغير في عمره ديك الساعه 16 عام. فعلا عطاتني نمرته وعيطت ليه، قال لي الو، جاوبته، قلت ليه كل شيء، لقيته عارف حيت كان هضر مع دارهم. قلت ليه كيبقى؟ قال لي في غيبوبه، وقال لنا الطبيب في يد الله، حنا ما علينا غير نتسناو. وطلبت منه يدير ابيل فيديو واتساب انا نشوفه غير من الجاج بحكم تحد ما يدخل عنده. فعلا دارها وشفتو، شفتو مكسل والفرس ما داير على راسو، وشت غير واحد الجهه من وجهه. بكيت بكيت البكا اللي ما عمرني ما بكيت في حياتي. شكرته وقطعت المكالمه. دازت 3 ايام ولا على نفس الحاله. ماما لاحظات ما بكيتش كي كنت شحال من خطره حاولت تهضر معايا وتنحط ليها اعذار بحال الا دارني راسي. المهم بقى تنعقل. كان نهار 4 في شهر 1 2016 مع 7:15 ديال الصباح بالضبط. كيف كل نهار ما كنتش تنتعشى حتى سمعت التليفون تيصوني. لقيت ديك النمره ديال ديك البنت. قالت لي يا سلمى عافاك اختي، ما ديريش في راسك. جاوبتها ببرود، واش مات؟ قالت لي البركه في راسك. وصلت لواحد المرحله ديال الصبر اللي صافي عمرني ظنيت انا نوصل ليها. عرفتي فاش تتعمروا شي غراف بالماء حتى كيتكب حيت كميه الماء اللي كيهز محدوده بحال هكاك. كنت كنغوت على حر جهدي، كاع داك الصبر اللي كان عندي خرجته، وغوت باعلى صوت عندي. سمعتني ماما وبابا جاو عندي تيجريو، دخلوا لقاوني تنعض في يدي وتنتف في شعري، واحد الحاله خايبه بزاف. ما عرفوا اش غيديروا وما عرفوش مناش، حين طبعا اللي عارفين هو انه بنتهم ناعسه في البيت وبخير. بقيت هكاك وما عقلتش على راسي حتى طحت. هزوني للسبيطار، دخلوني قال لهم الطبيب بلي انهيار عصبي، ما فهموش كيفاش الاعصاب مناش. دازت 6 سوايع تقريبا. فقت لقيت الظلام، شفت في جنابي، عرفت راسي فين كاينه. ما همنيش. دخلوا والديا ما شفتش فيهم، كنت بحال الا ميته، كنت منقطعه على العالم الخارجي. غير صورته هو اللي بين عينيا وصوته. حين تعرفت باللي بغيتو ديال بصح، انا فهمت المعنى الحقيقي ديال الحب، بحال الحب اللي حبات زليخه لسيدنا يوسف. الحب عمره ما كان حرام، ولكن خاصنا نفهموه. داز نهار خرجنا، وصلنا للدار وانا على نفس وضعيتي ما تنهضرش، مصدومه. دخلت البيت، شفت تليفوني، عرفت ايكون تدفن دابا. عمركم جربتوا داك الاحساس انه اي بلاصه فيكم تتبكي من غير عينيك؟ اخيب احساس ما تمناه لحتى شي حد. داز نص نهار، سمعت الدقان في البيت، شفت الباب تحل. كانت ديك البنت، ونقدر نقول صاحبتي اللي وقفت معايا، واختي اللي ما ولدتهاش ماما. وقفت معايا بزاف، تنشكرها بزاف. بقات تهضر معايا وما جاوبتهاش. دخلت في صدمه نفسيه خايبه. خرجت عاودت لماما كل شيء، طبعا هي عاودت لبابا. دازت 3 ايام. واحد النهار في الصباح دخل عندي بابا، لقاني كيف ديما ما نعستش، شاف فيا وهو يدير يدي وبقى تيدوزها على راسي. قال لي الله يرحمها بنتي ويجعل مثواه الجنه. هاد الكلمه كانت كافيه باش ينزلوا شلال ديال الدموع من عينيا. عنقني وعنقته تما، وعرفت باللي الوالدين عمرهم ما تيكرهوا، بالعكس حسيت بشويه ديال الراحه النفسيه. قال لي يا سلمى بنتي يلا نخرجوا بنتي لقاع الدار، بغيت نهضر معاك. هزيت راسي بواخا، خرجت، شفت ماما وزادت تبكي. طبعا غتبكي، ما بقيتش كيما كنت، ضعفيت وعينيا ولات دايره بهم الزرقيه من كثره الارهاق والنعاس اللي ما تنعش. ويديا خرجوا فيهم شي ندبات بسبب الاعصاب. من بعد دورت وجهي، بان لي واحد الراجل جالس، هتكون في عمره ديك 65 عام، وجهه منور وبيض سبحان الله، وجههم بشور. جلس بابا وجلست حداه، شاف فيا وشفت فيه،
ضحك وقال لي الله يرحمه. سكت ومن بعد قال لي سمعي يا بنتي، في بلاصه ما تبقاي تبكي خاصك تدعي معاه بالرحمه وتصلي وتقربي من الله سبحانه وتعالى وقراي القران حيت هو الدواء، وكيف ما انت كتاكلي فخاص حتى روحك ونفسك تاكل، والغدا ديالها هو القران الكريم. ارتاحيت بزاف لهضرته، شفت فيه وابتسمت. تفكرت فاش كان كيقول لي سلمى صلي راه ما بقيتيش صغيره، وكيف اي بنت كنت تنقول لي راه كنصلي ولكن ما كنتش ملتزمه، كنت مره تنصلي مره تنقطعها مره تنصلي العشاء وننسى الصبح، يعني كنت بعيده على الله. مشى الفقيه في حاله ورجعت للبيت، طلقت القران وحسيت بواحد الراحه زوينه، حسيت بديك الحجره اللي فوق صدري غاده وكتحيد. والاول مره بعد هاد المده كلها تيديني النعاس، نعست حتى حسيت بشي حد تينوضني، كانت ماما باش نوضو نصليو مجموعين. فعلا مشيت توضيت وصليت وطلبت من الله يسمح ليا ودعيت معاه بالرحمه والمغفره. بديت تنرجع تدريجيا لحياتي، ولكن عمرني ننساه، كان اول حب في حياتي وغادي يبقى اخر واحد. دازت شهر سمعت الدقان في الباب، مشيت نحل بحكم كنت بوحدي في الدار. لقيت مرا كبيره في العمر بشوشه في وجهها، ما عرفتهاش. قالت لي السلام، قلت وعليكم السلام. قالت لي ما عرفتينيش، قلت لها لا اسمحي لي ما عرفتكش. قالت لي انا مامة ايوب بنتي. دابا عاد عرفت منين جاب ديك البشاشه اللي في وجهه، سبحان الله. ديما تيعاود لي عليها، ديما تيقول لي هي اللي عندي، بحكم باه مات ملي كانت في عمره 10 سنين. قلت لها بابتسامه دابا عرفتك. دخلتها للدار وجلسنا تعارفنا وهضرنا، وعاودت لي على النهار اللي هضر ليها عليا. قالت لي كان حشمان، بصح كان حشومي. بعد المرات تنقول بلي ما عمرني ما غنلقى مع شي واحد بحالو، وفعلا عمرني تلاقيت معاه. صافي جا الوقت باش تمشي، تسالمت معها وبكينا طبعا حيت مشاركين نفس الحزن. قالت لي ايوب ولدي وانتي دابا بحال بنتي، حسبي راسك بحال ايوب، وقت ما ضاقت بك الدنيا اجي عندي. ارتاحيت ليها بزاف. مشات وسديت الباب، مشيت لبيتي هزيت التليفون، دخلت الميساجات، سمعت لكاع الاوديوات ديالو، مره كنضحك مره كنبكي. من بعد هزيت القران وبقيت تنقرا وتنترحم عليه في نفس الوقت. ايوب كان واحد الدري ظريف، الله يعمرها دار. داك الدري كان ولد الناس الله يرحمه، وقت ما تجبدات سميتو تتسمع هاد الهضره، ما كانتش غير هضره انما حقيقه. ما عمرو تخاصم مع شي حد ولا جبد عيب شي حد. داز 3 سنين دابا على موتو، ما عمرني نسيتو ولا غنساه. ولات في عمري دابا 23 عام، تحسنات حياتي، انخرطت في جمعيات، ودابا باقي هاد العام ونشد اجازه في الادب الانجليزي. الحاجه الوحيده اللي كنتمناها في هاد الحياه هي رضا الله تعالى، والذكرى ديال ايوب اتبقى ديما في قلبي تنموت. من بعد هادشي كامل عادت تيقت ديك الجمله ديال الناس المزيانين تيموتوا دغيا. شاركت معكم واحد الحدث اللي طرا ليا في حياتي واللي غير بزاف ديال الحوايج في حياتي. كنتمنى القصه ديالي تعجبكم وشكرا.